فيلمنا بيبدأ ببنت اسمها ميلاني وهي ماشية في نفق تحت الأرض وبتجري بخوف رهيب من كائن مش باين. بتحاول تهرب بكل طرق لحد ما بتطلع بأعجوبة على السطح وبتتنفس بارتياح، بس المفاجأة No, I can't die again. No, please! إن المشهد بيتحول فجأة لمجموعة شباب، كلوف وحبيبها السابق ماكس وميجان والكابل تانية هما نينا وإيب، وهم ماشيين في طريق فاضي تماما. بعد شوية بيشوفوا فيديو متسجل من ميلاني اللي بنكتشف إنها أخت كلوفر. ميلاني كانت بتعتذر إنها ما عرفتش تتعامل مع موت والدتهم وإنها هربت من البيت، والمفاجأة إن الشباب دول دلوقتي واقفين في نفس محطة البنزين اللي ميلاني ظهرت فيها، وهم في الأساس بيدوروا عليها لأنها اختفت بقالها سنة. كلوفر بتدخل على صاحب المحل وبتوريه صورة أختها وبتسأله لو شافها، لكن الراجل بيقول لها إنهم مش أول ناس يدوروا على حد مفقود، وإن في ناس كتير بتختفي في بلدة قريبة اسمها جلور فالي. كلوفر بتحس ببصيص أمل وبتقول لأصحابها إنها ممكن تكون عرفت مكان أختها. بيكملوا السواقة ناحية جلور فالي وسط مطر ورعد جامدين جدا. بعد شوية بيكتشفوا إنهم تايهين وبيفضلوا يلفوا في دواير ومفيش طريق واضح. في الاخر بيلاقوا مبنى، والمريب بقى ان في سحابه سودة فوق المبنى ده بالذات، رغم ان المطر حواليه من كل حته، لكن المبنى ناشف وكأن مفيش حاجه بتمطر حواليه. مفيش شبكه، وميجان اللي دايما بتقول انها عندها حاسه سادسه بتحس ان في حاجه مش تمام. ايب ونينا وميجان بيقرروا يدخلوا المبنى واللي باين عليه انه مهجور، وبيلاقوا في ساعه رمليه غريبه. نينا بتلاقي دفتر تسجيل للضيوف، وايب بتشوف حيطه كلها صور لناس مفقودة وبتتوتر جدا. في نفس الوقت كلوفر اللي لسه واقفة بره بتسمع صوت أختها بينادي عليها، وبتشوف زي خيال من بعيد، فبتجري ناحية المطر وماكس بيجري وراها. بس وسط الزحمة والمطر الكتير دول بتوه، وماكس بيفضل ينده عليها وهو مش شايفها. جوه نينا بتكتب اسمها في دفتر التسجيلات، وإيب بيتفاجئ لما بيلاقي صورة ميلاني وسط صور الناس المفقودين. وبعد شوية ماكس بيلحق كلوفر وبيخرجها من المطر وبيرجعوا مع بعض جوه المبنى. نينا بتفضل تبص في الدفتر وبتلاحظ ان في اسماء مكتوبة 13 مرة، من ضمنهم اسم ميلاني، وكل مرة الخط بيبقى مشوه اكتر من اللي قبلها. بعد ما بيتجمعوا تاني بيبدأوا يحكوا لبعض اللي شافوه. المكان كان مريب والكل قلقان، لكن كلوفر متمسكة بالامل وبتقول انها فعلا سمعت صوت اختها بينادي عليها وسط المطر. فجأة نينا بتلاحظ ان الساعة الرملية اتقلبت رغم ان محدش لمسها، وبيبدأوا يسمعوا اصوات غريبة جاية من بعيد، وبيجروا ويخرجوا بيلاقوا العربية بتاعتهم اترفعت واتحطت في ناحية المطر، وبتتهيأ لهم ان في حد عايز يسرقها. ايب ونينا بيقرروا يراقبوا العربية، والباقيين بينزلوا بيدوروا على تليفون. ماكس بيلاقي شباك في البدروم وبيبقى مستغرب جدا، وكلوفر بتلاقي تليفون قديم بس مش شغال. بيلاقوا راديو فبيحاولوا يتواصلوا مع حد بس مفيش فايدة. فوق نينا وإيب بيسمعوا صوت جاي من أوضة قريبة، وإيب بيروح لوحده ويشوف فيه ايه لكن ما بيرجعش. نينا بتقلق وبتروح تشوف بنفسها، وفجأة تصرخ. ماكس بيبص ناحية باب البدروم وبيتصدم لما بيشوف جثة نينا والقاتل واقف فوقيها، ولما بيشوفوه ماكس بيجري بسرعة وبيقول للبنات يستخبوا. القاتل بيدخل البدروم وماكس بيهجم عليه بكرسي، بس الراجل كأنه ما بيحسش بحاجة وبيغرس سكينة في عين ماكس وبيموته في لحظتها. كلوفر وميجان بيكونوا مستخبيين وشايفين اللي بيحصل، والدموع مالية عينيهم. القاتل بيقرب من المكان اللي مستخبيين فيه، وكلوفر بسرعة تاخد سكينة من الترابيزة. للأسف بيلاقي ميجان مستخبية في الدولاب وبيسحبها ويضربها لحد ما بيموتها. كلوفر بتحاول تدافع عنها وبتطعن القاتل في ظهره، بس كأنها ما عملتش حاجة فبتجري على طول. وبنشوفها وهي بتجري وسط الغابة، بس بتقف فجأة لما بتشوف حد شبه أختها، وفجأة القاتل بيغرز منجل في ظهرها وبيخلص عليها هي كمان. وساعتها الفيلم بياخد منعطف غريب جدا. الساعة الرملية بترجع تمشي بالعكس، وكل حاجة بتبدأ من الأول. الناس اللي ماتت عايشة تاني، وبيلاقوا نفسهم في بداية الليلة اللي حصل فيها كل الأحداث المرعبة. كلهم مصدومين ومش فاهمين ايه اللي بيحصل، والرعب بيزيد أكتر لما إيب بيكتشف إن صورهم اتحطت على حيط المفقودين.
وهم قاعدين بيحاولوا يفكروا إذا في أمل إنهم يهربوا، ميجان بتبدأ تحس تعب غريب وبتقول إن الليلة دي أبشع بكتير من اللي قبلها، وفجأة جسمها بيتشنج وبتصرخ صرخة عالية جدا بتكسر كل النور اللي في البيت. الكل بيجري يشغل الكشافات بس بيتفاجئ إن ميجان اختفت. وبعد لحظات كلوفر بتسمع صوت خفيف وبتاخدهم على أوضة فيها حيطة مليانة صور ناس مفقودة، وفعلا بيلاقوا ميجان هناك واقفة في الهواء كأنها نايمة ومش واعية وبتهمهم بكلام مش مفهوم، وبتبدأ تشاور على كل صورة وبتتكلم بصوت مختلف كل مرة. ساعتها بيفهموا إنها بقت زي وسيط للأرواح اللي ضايعة، والأرواح دي بتحاول تستغيث من خلالها. وفجأة ميجان بتلف رقبتها طريقة عنيفة وبتقع ميتة على الأرض. الكل بيترعب وبيحاول يقرر يعمل إيه، وفجأة صوت خط جامد بيجي من باب البيت. إيب بيبص من الشباك وما بيلاقيش حد، بس فجأة بيسمع صوت ميلاني من بره بتقول لهم يفتحوا الباب. كلوفر بتتوتر جدا، ورغم اصحابها بيحاولوا يمنعوها بكل طاقتهم الا انها بتفتح الباب ومفيش حد. بس المفاجاه ان في بيت كامل واقف قدامهم، بيت ما كانش موجود قبل كده. وفجاه قوه خفيه بتشيل كلوفر وبتحدفها في الهواء، واصحابها يفضلوا محبوسين جوه مركز الزوار. القوه دي بتجر كلوفر ناحيه البيت الجديد وبتدخل بالعافيه جواه، والباب بيتقفل بقوه وراها. ماكس بيقلق عليها وبيحاول يجري وراها، بس الباقيين بيمنعوه علشان الموضوع خطر جدا. ورغم كده ماكس بيتعصب وبيشتمهم وبيخرج لوحده يدور عليها. وفي اللحظه دي كلوفر بتفوق من فقدان الوعي وبتلاقي نفسها في اوضه ضلمه مليانه تماثيل لناس لابسين ماسكات مشوهه. بتلف حواليها وبتشوف ست عجوزه قاعده على كرسي قدام التلفزيون وماسك الاكسجين متركب على وشها. اول ما كلوفر بتحاول تخرج، الست دي بتقول بصوت مرعب في طريقه واحده بس تخرجي، يا تعيش الليله دي يا تبقي جزء منها. ونتفاجئ ان الست دي ساحره، وفجاه تجبر كلوفر انها تتنفس من الماسك بتاعها، وبتبدا الساحره تتفتت وتنهار. وساعتها كلوفر تبدا تتحول وتبقى ملبوسه. في نفس الوقت ماكس بيوصل للبيت، وايب ونينا بيركبوا العربيه ويجروا. نينا كانت متردده تسيبهم، بس ايب كان مش فارق معاه وقفل الباب وبدا يسوق في المطر. بس مش بيمشوا بعيد لان في مخلوق ضخم جدا بيقف قدامهم وبيجبرهم يرجعوا تاني. نينا بتحاول تفتح الباب بس بتتصدم لما بتكتشف ان ايب مات، وساعتها يظهر الراجل اللي لابس الماسك تاني. وبنشوف ماكس بيدور على كلوفر ويوصل لأوضة مليانة عرايس شكلها مرعب، وفجأة بتحصل مصيبة. Oh, fuck. Clover? كلوفر وهي ملبوسة تمشي ناحية مركز الزوار، لكن الراجل اللي سايق العربية ولابس الماسك بيخبطها وبيموتها. وبنرجع تاني لنقطة البداية كأننا في لوب جديد، والجروب بيسأل نفسهم هو ده هيفضل يتكرر لحد امتى؟ بيقفلوا باب البيت كويس وبيحبسوا نفسهم في الحمام علشان يستنوا الصبح يمكن ينجوا. ايب بيشرب مية من الحنفية وبيسأل لو حد عايز مية، الكل بيوافق لأنهم تعبانين ومهدودين من اللي بيحصل حواليهم. بعد كده كلوفر بتحكي لهم عن كلام الساحرة، وفجأة ايب بيبدأ يكح دم وبيحاول يخبي، لكن الكحة بتزيد جدا وفجأة جسمه بينفجر وكلهم بيتغرقوا في دمه. نينا بتجري على الحوض بس ميجان بتقول لها ما تشربش الميه، بس بتكون شربت خلاص وجسمها هو كمان بينفجر. الباقيين جريوا مرعوبين من الحمام لكن ما بياخدوش وقت طويل، ميجان كمان بتنفجر وبتقول لماكس اقتلني، خلينا نرجع للوب من الاول ونخطط صح. ماكس طبعا مش بيقدر يعملها. I can't let you know. I'm sorry. وساعتها كلوبرا بتقع على الارض وهي بتنهج بصعوبه، وفجاه يظهر راجل من بعيد بيقرب منها وهو بيصفر بلحن يخوف، وبتكتشف ان هو نفس الراجل صاحب محطه البنزين، وبيقول لها كنت خلاص هتهربي بس ما حدش بينجو وهو واقف مكانه. وساعتها كلوبرا بتنفجر هي كمان، وقبل ما نلحق نفهم الساعه الرمليه بترجع تشتغل تاني بالعكس. في اللوب الجديد شعر ميجان بيبدا يقع بسرعه، وبتكتشف ان في اسنان جديده بتطلع لها. المره دي الجروب يقرر يحقق في تاريخ بلدة جلور فالي، وبينزلوا يدوروا في ملفات قديمة في البدروم، وبيتصدموا لما بيكتشفوا ان الراجل بتاع البنزينة هو اصلا دكتور اسمه ألان هيل، ويطلع ان من 20 سنة حصل انهيار في منجم كارثي ومات اكتر من 1100 شخص في المنطقة. العمال حفروا بعمق زيادة وده فتح على كوارث وبلع نص البلدة تحت الارض، والدولة جابت دكتور هيل وكان متخصص في علاج الصدمات علشان يساعد الناس اللي فضلت عايشة. وده بيشرح ليه مبنى مركز الزوار شكله غريب وليه الشبابيك كلها موجودة تحت مستوى الأرض. نينا بتشوف باب في البدروم وبتفتكره ممكن يكون مخرج، بس المكان كان ضلمة قوي فبتخاف وتقفله.
بعدها بيشغلوا شريط فيديو لراجل محبوس في أوضة وعمال يصرخ من الألم ومش فاهم ليه بيفضل يرجع حي تاني كل مرة. والدكتور هيل بيشرح إنه بيجرب على الحالة النفسية والعصبية للناجين، وبيقول إن العيان ده باين عليه جوع شديد وضعف عضلي، لكن الأخطر هو الخوف الشديد والإحساس الكامل باليأس. وبعد 13 يوم من الحبس الشخص ده بيتحول لوحش اسمه وينديجو، مخلوق دايما جعان. وساعتها الدكتور هيل بيتواصل معاهم بالراديو وبيقول لهم اهو كده ابتديتوا تفهموا. لكن كلوفر ما بتستسلمش وبتطلب منه يسيبهم يخرجوا. هيل بيقول لها لازم حد واحد يموت علشان الباقيين الأربعة يقدروا ينجوا من غير مشاكل، بس كلوفر بترفض تضحي بحد وبتقول له لو راجل قابلني وشوفني بعينيك. الدكتور المجنون بيوافق وبيقول انه مستني في الغابة مع ميلاني، وان كلوفر هي الوحيدة اللي مسموح لها تيجي من غير صحابها بيحاولوا يمنعوها، بس ايب بيشجعها وبيأيد قرارها، وفي الاخر بتقرر تروح لوحدها. بعد ما بتمشي الكل بيهاجم ايب ويقول له انه اناني علشان سابها تروح، وماكس بيقترح انهم يدوروا عليها يا يقتلوا نفسهم علشان يعيدوا اللعب، بس ايب بيرفض ويفكرهم ان كلوفر حاولت تقتل نفسها مرتين السنة اللي فاتت، يعني موتها مش هيغير حاجة، وده بيخلي نينا تتعصب وتطعنه بالفاس علشان تأذيه. وبعدها تقول لماكس وميجان يجروا يدوروا على كلوفر. في الغابة كلوفر تقع فجأة في فخ مخفي، سلسلة تمسك في رجليها وتشدها بقوة وتجرها بعيد وسط الأشجار. وفي مركز الزوار نينا وإيب بيقعدوا يتكلموا بصدق عن اللي وصلوا له، لكن لحظتهم بتتقطع. في مشهد تاني ماكس وميجان بيحاولوا يتتبعوا اثر كلوفر، لكن فجأة بيطلع لهم الوينديجو من بين الاشجار، فبيجروا بكل قوتهم. السمين بتتزحلق وبتقع فوق سطح ازاز لبيت مدفون. السطح بيبدأ يتكسر وماكس بيجري يساعدها، لكن الوينديجو بيرجع والازاز بيتكسر وبيقعوا هما الاتنين لتحت. بعدها الوينديجو بيسحب ميجان للعمق تحت الارض، وبعد شوية ماكس بيوصل لكلوفر وبيفكها من الفخ، بس يتفاجئ ان الوينديجو اللي بيهجم عليهم هو ميلاني نفسها. بيجروا وبيستخبوا وكلوفر بتعيط وبتقول انها بوظت كل حاجه وتديله حته ازاز وبتطلب منه يقتلها، وفعلا بيطعنها في رقبتها بشويه تردد، وبعدها بيشرب من الميه المسمومه. بعدها ميلاني وهي بشكل الوينديجو تظهر، لكن قبل ما تهاجمه ماكس ينفجر قدامها. وبنرجع تاني للوب بس المره دي اسوأ. جسم ايب بيبدا يتشوه، علامه ان هو كمان بيبدا يتحول لوينديجو. كلوفر بتسالهم احنا بقالنا كام ليله هنا، ونينا بتقول بدهشه دي الليله رقم 13، والكارثه ان مفيش حد قبل كده قدر يعدي 13 ليله. يبصوا من الشباك وبيكتشفوا ان حواليهم طلع بيوت كتير ظهرت فجاه. بعدها بيلاحظوا ان ميجان اختفت، فبيفتحوا موبايل ايب اللي كان مسجل عليه كل حاجه وبيتفرجوا على فيديوهات مرعبه بتكشف ازاي كل واحد فيهم مات. هجوم جيدان بتاكل لحمهم، وهجوم وينديجو، وحتى الراجل الغامض اللي لابس ماسك. واحده من التسجيلات بتورينا دكتور هيل وهو بيعاين الجثث قبل ما يمشي. اما اخر فيديو فكان متصور ميجان اللي كانت بتراقب هيل من غير ما يعرف، وكانت بتحاول تلاقي طريقه تهرب من اللعنه اللي هم فيها. فجاه بيسمعوا صوت انذار غاره وبيبصوا بيلاقوا وينديجو كتير جايين عليهم. الكل يتخض ويقرروا يهربوا من الممر المظلم اللي في البدروم علشان يدوروا على ميجان. بيتسلحوا كويس وبيمشوا في النفق المظلم، وهناك بيقابلوا مجموعه من الوينديجو، وبعد مطارده مرعبه ومخيفه يقدروا يخلصوا نفسهم منهم، وبيوصلوا لبيت مدفون في البلده القديمه. بس بيظهر الراجل اللي لابس الماسك وبيهجم عليهم، فماكس بيقول لكلوفر تهرب وهو هيواجهه مع الباقيين. كلوفر بتوافق وبتهرب، لكن في طريقها بتقابل ميلاني بشكلها الوحشي. ميلاني بتحاول تهجم عليها، بس كلوفر بتفهم ان دي ما بقتش اختها وبتحدفها على سيخ حديد من الارض وبتموت فورا. كلوفر تبص لها وبتقول انا بحبك يا ميلاني وتمشي. في الجهه تانية ماكس وايب ونينا يقدروا اخيرا يقتلوا الراجل القوي اللي لابس الماسك وبيهرسوا دماغه بالشاكوش. كلوفر بتكمل رحلتها لحد ما توصل لمكان شبه مستشفى قديم، وهناك بتشوف ميجان محبوسه في اوضه وجنبها وينديجو متكتف بسلسله. الاوضه مقفوله، فكلوفر بتروح وبتدور على المفاتيح وبتلاقي مكتب دكتور هيل مليان شاشات مراقبه. وفجاه هيل بيدخل وهو بيشرب قهوته وبيحط الكوبايه على الترابيزه، وبيقول لكلوفر انها واحده من اغرب الحالات اللي شافها، لانها عندها اكتئاب شديد وقلق حاد وجربت تنتحر مرتين قبل كده. وبيصدمها لما بيقول ان الكائنات اللي بيطاردها كل ليله هي في الحقيقه تجسيد لمخاوف كلوفر نفسها، وان الراجل اللي لابس الماسك بيمثل الخوف المشترك، لكن ميه الحنفيه اللي بتنفجر بتمثل رغبتها في تدمير نفسها. وهو عمال يرغي وبيتكلم عن تجاربه المجنونه
مجنونه، كلوفر تاخد بالها من حنفيه بتخر ميه ملوثه وبتسحب الترابيزه اللي عليها القهوه تحت الحنفيه، ودكتور هيل بيشرب القهوه من غير ما يعرف انها ملوثه، وبعدها بيحس انه تعبان فجاه. كلوفر بتستغل الفرصة دي وبتاخد مفاتيحه وبتروح تفتح باب الأوضة وبتحرر ميجان. البنتين بيجروا بأسرع ما فيهم، بس الويندو وراهم والساعة الرملية قربت تخلص. في محاولة أخيرة يبدأوا يحفروا في الأرض علشان يطلعوا لفوق زي ما ميلاني عملت في بداية الفيلم. المرة دي صحابهم مستنيين فوق وبيساعدوهم يخرجوا، وفي اللحظة الأخيرة قبل ما الوقت ما يخلص الشمس بتطلع وهم واقعين على العشب مرهقين ومصدومين بس مرتاحين إنهم نجحوا، ويركبوا عربية تقيب وبيمشوا بعيد عن الوادي الملعون. وده كان نهاية الفيلم. لو عجبك الملخص ما تنساش اللايك والاشتراك، واستناني فيديو جديد قريب. سلام.